خلينا متفقين ان انا فقدت القدره حرفيا على ارضائكم. حقيقي الاختلافات كبيره جدا، يعني مش عارفه اروح هنا ولا اروح هنا. اما غيرت لكم السيت اب وبقت خلفيتي مش وراها اي حاجه، وصورنا ناس كتير قوي عجبهم وقالوا الاضاءه حلوه وكل حاجه مظبوطه وشايفين كل حاجه واضحه. بس في ناس تانية قالوا لا الخلفيه البيضاء مش حلوه واحنا مش شايفين حاجه والكلام ده كله، مع اني مش عارفه ازاي. بما اني في السوشيال ميديا بقالي كتير وبشوف ناس كتير بروفيشنال بيشتغلوا، وبشوف ناس تصوير كتير والخلفيات والاضاءات والكلام ده كله، فانا جايه ان انا اصدمكم ان اللي ورايا ده مش احسن حاجه خالص، سبيشال في كونتنت الميك اب. في الميك اب بيبقى عايزين تركيز على الوش بس، فما بيبقى في اي مؤثرات خارجيه ورا ما بيبقاش لطيف. وانا برضو من وجهه نظري المتواضعه اللي ممكن تاخدوا بيها او ما تاخدوش، انا شايفه ان الخلفيه البيضاء هي الطف واحلى حاجه للميك اب. وبالعكس من ساعه ما عملتها حاسه الميك اب احلى بكتير وشي باين اكتر بكتير من الفيديوهات بتاعت قبل كده. بس anyway عشان ما نزعلش حد ونردي هنا ونردي هنا، فهحاول اغير طول الوقت، مره خلفيه بيضاء ومره دي لغايه ما اشتري خلفيات. وبس كده خلينا نركز في فيديو النهارده، لاني حاسه ان فيديو النهارده فيه طلب جماهيري عليه. في اخر فيديو نزلناه بتاع الميك اب الاحمر، هبه كتبت لنا كومنت وبتقول اعملي لوك باللون الاصفر وقلوب صفرة كتير قوي. مش دي البوينت ان الكومنت ده خد 80 لايك، لا احنا نعمله بقى. بصراحه اكسايتد قوي للميك اب لوك بتاع النهارده، لان انا في دماغي كده حاجه جامده جدا. كونسيلر من عند اوفيس بس درجته غامقه شويه، وهحطه اساس للاي شادو وهنوزعه كده فوق جفن العين. هاخد الباليت دي من عند شي جلام اسمها وين ان روم، وهي كلها بنيات كده زي ما انتم شايفين. هاخد اول حاجه اللون ده وهثبت بيه كل الكونسيلر اللي انا حطيته. بعد كده هاخد اللون ده نفس فرشه البلندنج وهحطه هنا كده في طرف العين بس. انا حاسه ان انتوا بعيد شويه، خلوني اقرب الكاميرا. اعتقد ان كده الطف قوي. همده شويه هنا كده. بعد كده هاخد اللون البني ده وهحطه تحت شويه بس بنفس الفرشه برضو بالشكل ده كده. بعد كده هاخد الباليت دي من عند شي جلام اللي اسمها فانيل بوب كولر باليت. الباليت دي اسمها كولر مي كريزي وفيها كل الالوان المجنونه زي ما انتم شايفين. هاخد بقى فرشه وارش عليها شويه سبراي زي ما انتم شايفين كده، ببلها وباخد من اللون الاصفر عشان يبقى بيجمنتد ولونه قوي. نبدا نحط اللون الاصفر هنا كده في اول العين. شايفين الاصفر مع البني خطير ازاي؟ بعد كده هرجع لفرشه البلاندنج اللي احنا اشتغلنا بيها الاول، واخد اللون البني شايفين اللي احنا حطيناه في الطرف ده، وابدا بقى بالفرشه اسحبه كده، او اخد كاني باخد من الاصفر وادخله على البني بحيث الاصفر ما يبقاش محدد. راح السودا بتخليني شايفه الالوان كويس، بتخليني ظابطه الدنيا اكتر من ملون. بحس الحاجات الملونه بتبقى مأثره اصلا على شكل الميك اب. اوكي حلوين، ده شكل الاي شادو كده. دلوقتي احنا هنعمل ايلاينر، لان الايلاينر ليه دور كبير جدا في الميك اب لوك ده. هاخد الايلاينر ده بتاع شي جلام، بصراحه سواده رائع. اروح اركب الرموش ونيجي نعمل بقى اساس البشره والحواجب والحاجات دي مع بعض. وده بعد ما خلاص ركبت الرموش كده زي ما انتم شايفين، والصراحه فرقت جدا في شكل الميك اب. كنت عايزاها تكون تقيله من ورا وخفيفه كده ومتفرقه من قدام. المهم دلوقتي بقى هنبتدي الميك اب بتاع البشره، بس خلوني الاول احط عدسات، لان انا حاسه ان العدسات البني مع الاصفر هتبقى خطيره. العدسات دي من ديزيو اسمها ديليشيس هاني. هستخدم بقى السبراي ده بتاع شي جلام اللي اسمه بريس ريفرش. بصوا اصلا باقي في حبه صغيرين قوي، يا رب يبعتوا لي غيره. وهرشه كده على كل بشرتي. بعد كده هستخدم السيرم ده من عند كاتريس. هو السيرم ترطيب ومكتوب ان هو مينيمايزنج برايمر، بيقلل شويه من شكل المسام. صراحه انا بستخدمه عشان الترطيب بس، موضوع المسام ده مبقاش بيشغلني الصراحه. طبعا السيرم يعني بشرتي يعني شربته، مش شربته دي شفطته. هستخدم الباودر فاونديشن بتاعت شي جلام، الدرجه دي اسمها وارم فانيلا. بس انا بحب الباودر فاونديشن تكنيك مختلف كده، يعني ما بحبش استخدمه بالسبونج ومسح وطبطبه، لان الطريقه دي بتضايقني جدا وبتبين كل عيوب البشره. الباودر فاونديشن انا بحب استخدمها بالبرش. هتقولي لي ازاي يا دعاء عشان تدينا تغطيه؟ دي بتدي تغطيه متوسطه زي الفاونديشن عادي جدا. بحب الفرش اللي بتبقى مليانه شعر وجايب كيرف كده، بالذات مع الباودر فاونديشن. وكل اللي بعمله كده كده شايفين، نزل الزيادات بتوحد معايا لون البشره، بتديني تغطيه متوسطه من غير ما اشوفها. يعني دي برضو نقطه مهمه جدا. في ناس تحط باودر فاونديشن بس بتبقي شايفاها،
شايفاها على وشها. لا دي بصوا توحد لي اللون من غير ما اشوف. ممكن استخدم الاسبونج بس تحت العين. بصوا الفرق بين هنا وهنا. سايباكوا انتوا وضميركوا تتكلموا في الموضوع ده. النهارده ما فيش اي حاجه كريمي، كله باودر. ومش هاخد الاسبونج بتاعتها، هاخده كده بباف سبونج عاديه بتاعتي اهي كده. احط بس تحت العين. طبعا الوش الفلات ده محتاج برونزر. هستخدم البرونزر ده من عند ويت اند وايلد. الدرجه دي اسمها كاراميل توفي. هاخد الباليت دي من عند رمال وهاخد درجه الكونتور اللي فيها، لان مش هينفع بتاعه ويت اند وايلد لانها على اورنج اكتر. ونبدا بقى ايه نعمل الكونتور بتاع الانف. وهرجع تاني في فرشه بنفس الباودر وابدا انضف بنفس اللون. انضف الجزء ده كده عشان الكونتور بتاع الانف يكون محدد معايا اكتر. استخدم البلاش ده بتاع لونا. الدرجه دي اسمها 502. حاسه ان شكلي حلو سيكا، يعني حاسه برضو من نفس الباليت بتاعه رمال الهايلايتر اللي فيها، واحطه هنا كده. تفتكروا ليه الحقوده بيسموها يا صفرة؟ يعني ليه يقولوا لها يا صفرة؟ انا السؤال ده سالته لنفسي كتير قوي. يعني سمعت كده لما كانوا يقعدوا يقولوا مثلا واحده حقوده شويه او بتغل من واحده يقولوا لها يا صفرة. ليه اصفر؟ يعني ليه اختصوا الشخص الحقود باللون الاصفر؟ يعني لو حد عنده اجابه يقول لي ليه الحقوده صفرة. هروح ارسم حواجبي، رسمتهم معاكم كتير جدا، فعشان ما اضيعش وقتكم وتيجوا بقى واحنا بنحط الليبستيك، عشان الليبستيك مشكله. كده بقى هاخد نفس اللون الاصفر ده واحط بس منه على خفيف هنا كده في اول العين. بس اهم حاجه يا ولاد ننفض ايه الفرشه، عشان احنا خلاص حطينا الاساس. لا تراجع ولا استسلام. اي لون بني خفيف. ممكن اخد اللون المحمر ده، اللون ده على اورنج كده، وفرشه صغنونه قوي قوي، وهحطه هنا كده. كترنا شويه بس اوكي ندمجه. هناخد لون ابيض ونحطه جوه العين كده. بعد كده هاخد ماسكارا ونركز بقى على الرموش السفليه عشان عايزينها تبقى باينه وسط الصفار الكتير ده. الليبستيك هيبقى غامق شويه فاعملوا حسابكم على الموضوع ده. هاخد ليب لاينر من عند الشي جلام. هحط الليكويد ليبستيك ده من عند شي جلام، اسمه جافا كيس ليب جلوس اند سوبر سليك كلير جلاس. ده المفروض ان هو بيثبته يعني. اوعوا تفتكروا ان احنا كده خلصنا، لا هرجع اخد الليبستيك ده برضو او الليكويد ليبستيك ده من عند ميك اب فور ايفر. الدرجه دي اسمها 192 او رقمها 192 وهنحطه عليه. واخر خطوه هي السبراي ده بتاع ريفوليوشن اسمه مات فيكس. هو مش بينشف البشره قوي بس حرفيا بيفكس الميك اب. بس كده يا حلوين ده الفاينل لوك كده زي ما انتم شايفينه. صراحه حاسه الميك اب لوك شكله كيوت وحلو ومختلف. وزي ما قلت لكم مش لازم عشان نحط لون نفرشه كله فوق عينينا، احنا ممكن ندخله مع الوان تانية بس هو يبقى البطل بتاع الميك اب لوك ده. يعني اللي هيشوف الميك اب لوك ده يقول لك ميك اب اصفر، مش هيقول ميك اب بني، لان هو اكتر لون بارز في الموضوع. ما تنسوش قبل ما تمشوا ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.